بما ان احنا خلاص داخلين على اسبوع الامتحانات بتاع الثانويه العامه، فانا هقول لك على كام حاجه تخلي بالك منهم وهيفرقوا معاك جدا. اول حاجه هي انك حذاري انك تطبق ليله الامتحان او تكون عامل حسابك على انك هتطبق ليله الامتحان. دي اسوأ حاجه ممكن تعملها. هتلاقي نفسك رايح اللجنه مقريف والمعلومات ابتدت تخش في بعضها، والاسوأ من كده انك هتلاقي نفسك في نص الامتحان كبس عليك النوم وضيع منك كل حاجه. هتقول لي اعمل ايه؟ طيب اليوم اللي قبل الامتحان ده بيكون مهم جدا وبضطر اراجع فيه حاجات كتير خالص وببقى مزنوق، فطبيعي ممكن اضطر اطبق. حل المشكله دي هو انك مثلا مدينك 4 ايام او 5 ايام قبل الامتحان، يعني امتحان العربي يوم 22 وانت هتبتدي تذاكر من يوم 17. اعتبر ان امتحان العربي يوم 21. دلت اليوم اللي قبل الامتحان ده خالص اعتبره مش موجود. ازنق نفسك في ال4 ايام اللي قبليه. هتلاقي نفسك يوم 21 اليوم اللي قبل امتحان العربي ده مخلص اللي عليك، او على الاقل مخلص كميه كبيره ومتبقي لك شويه حاجات تراجعها وتبص عليها. اليوم اللي قبل الامتحان ده لازم تكون اعصابك هاديه ومركز كويس وما تكونش مزنوق، واخر اليوم تنام كويس. هيفرق في ادائك بشكل كبير خالص في الامتحان. تاني حاجه هقول لك تخلي بالك منها هي ان هتلاقي بشكل غريب كده الفتره بتاعت الامتحانات العيله كلها بتتجوز وفي افراح وخطوبات وحاجات انت عاوز تروحها. ومش بس كده، انت هتلاقي مسلسلات وافلام جديده نازله في السينما وترندات في السوشيال ميديا. كل حاجه حواليك هتحس ان هي عايزه تشتتك. لو انت معرفتش تفصل نفسك عن الكلام ده وتعرف ان اليومين دول مهمين لمستقبلك، هتلاقي نفسك طالع ندمان بعد الامتحانات. خلي مذاكرتك والامتحانات وهدفك هو ده اولويتك دلوقتي. اي حاجه تاني ممكن تتركن وتتاجل. تالت حاجه، تقسيمه الماده الصح في اليومين اللي قبل الامتحان هتخلي مجهود السنه كلها يجيب ثماره. بمعنى ان ممكن يكون واحد ذاكر كويس خالص طول السنه وبذل مجهود عنيف، ويجي اليومين ثلاثه اللي قبل الامتحان يعك الدنيا او يمشي بنظام هو مش متعود عليه او يقضيها دروس رايح جاي. حاول تقسم الماده بشكل معقول في اليومين اللي قبل الامتحان وامشي بنظام انت متعود عليه. ولو سمحت حاول ان ما يبقاش في خروجات ودروس كتير في اليومين ثلاثه اللي قبل الامتحان. في ناس كمان بتاخد الدروس حجه وفاكر نفسها بتعمل اللي عليها، وهو كده بيضيع وقت وبيهرب من الواقع، وفي الاخر بيتضايقوا من النتيجه. اليومين ثلاثه اللي قبل الامتحان دول بتوعك انت، حاول تنظمهم كويس وتبقى مركز وتبذل فيهم اقصى مجهود. رابع حاجه، هتلاقي اهلك اليومين دول يا اما ضغطهم زاد عليك خالص وبقوا مهتمين انت بتعمل ايه وما بتعملش ايه، يا اما هيخفوا عنك خالص ومش هيبقوا سائلين عشان ما يضغطوش عليك وما ياثروش على نفسيتك. في كلا الاحوال انت حاول تعمل اللي عليك وترضي ضميرك، وثق ان اي حاجه هم اللي بيعملوها عشان عاوزين مصلحتك. فمشي الدنيا وما تاخدش حاجه على اعصابك. اخر حاجه هقول لك عليها هي ان كل حاجه مكتوبه، انت بس بتعمل اللي عليك عشان ترضي ربنا وترضي نفسك وترضي اهلك. ممكن واحد بذل اقل مجهود طول السنه وتلاقيه في الاخر جاب درجه كويسه ودخل الكليه اللي هو عايزها. ممكن واحد تاني بذل مجهود شديد خالص وتعب وفي الاخر ما توفقش. الامور مش دايما بتمشي 1+1=2. الثانويه العامه معروف ان هي فتره متعبه نفسيا وعايزه نفس طويل، بس هتعدي. كل اللي مطلوب منك انك تخش كل امتحان تعمل اللي عليك وما تفكرش ابعد من كده. ثق ان ربنا هيحطك في المكان اللي انت تستحقه وفي المكان اللي انت هتبدع فيه.